بملابس مكشوفة وحركات جريئة وقعت جوزي في شباكها. كل يوم كان بيخرج البلكونة قال إيه يشرب سيجارة، لكن اللي اكتشفته إن عينه زايغة، واللي بتعمله جارتنا كان صادم. الصدمة الأكبر ردها لما طلبت منها تلبس محتشم. حنان متجوزة بقالها 4 سنين، لكن بسبب تصرفات جارتها واللي بتعمله حياتها اتدمرت. مش عارفة تتصرف ازاي تكمل مع جوزها ولا تنفصل عنه أصلا. فيا ترى العيب في مين، هي ولا جوزها ولا جارتها؟ اعرف التفاصيل وشاركنا برأيك في التعليقات. جوزي كان ونعم الزوج، بقالي 4 سنين متجوزاه. مفيش مرة مسكت عليه حاجة ولا صدر منه أي تصرف يخليني أشيل منه وأحط عيني في وسط راسي. بالعكس، كنت واثقة فيه ثقة عمياء، وفعلا هو كان يستاهل إن نثق فيه. طول ال4 سنين عشت معاه حياة أي ست تتمناها، لكن فجأة الحال اتقلب. واحدة جارتنا منها لله نغصت علينا عيشتنا، وبقى كل اللي بينا خلافات ومشاكل. الحكاية بدأت من أول ما الشقة اللي قدامنا سكنت، لكن اللي سكن فيها ست ودايما فاتحة شبابيك الشقة كلها، زي ما يكون قصدها تعمل كده عشان تلفت الانتباه. في الأول ما كنتش بركز، لكن المرة التانية لقيت الراجل جوزي خد على البلكونة كتير، ده غير العادة طبعا. كل شوية داخل البلكونة قال إيه أشرب سيجارة، ويدخل بالساعات. وبدأت أشك في الموضوع وراقب تصرفاته لحد ما اكتشفت المصيبة وسر دخوله البلكونة كل شوية. جوزي طلع عينه زايغة وبتاع ستات، طلعت مخدوعة فيه طول ال4 سنين. ده بان بعد اللي كانت جارتنا بتعمله، خاصة إن حاله اتقلب وما بقاش زي الأول معايا. مش عاجبه أي حاجة فيا كانت بتعجبه. حركاتها كانت جريئة، لبسها مكشوف، وطبعا هي حرة في بيتها تعمل اللي هي عايزاه، لكن لما يخرج بره البيت ويأثر على بيوت تانية يبقى مش حرة ومش من حقها. الست دي عرفت تجذب جوزي ليها كويس قوي وتوقعه وتعودوا عليها في محاولة منها إنها تجيب رجله. أنا شفت ده بنفسي، لكن قلت مش هخرب على نفسي وواجه جوزي دلوقتي. أنا هروح لجارتنا دي ونتكلم ستات مع بعض، وبكل أدب ألفت انتباهها وأقول لها ما يصحش اللي بتعمله ده. أنا ما عملتش كده غير لما الخناقات بيني وبين جوزي بقت العادي في يومنا، وإحنا عمرنا ما كنا كده. وفعلا حنان راحت لجارتها ورنت الجرس، وأول ما فتحت لها بملابسها المكشوفة اللي ما تنفعش تتلبس غير في أوضة النوم قالت لها حنان ازيك. طبعا حنان اتصدمت انها تعرفها، عرفتها منين وازاي؟ لكن حنان كانت جايه لهدف معين وقالت لها خدي بالك انك بتكوني فاتحه الشبابيك وانتي لابسه لبس البيت، فاما تلبسي ملابس محتشمه او تقفلي الشبابيك الشقه عشان كل الناس بتكون شايفاكي. لكن رد جارتها كان صادم، واتضح اللي كانت حنان متاكده منه وانها قصده تعمل كده. قالت لها انا حره في شقتي، ومن هنا ورايح انا هطلع لكم من غير هدوم، واللي عندك اعمليه. جايه تتشطري عليا؟ خلي جوزك اللي يبطل يبص. هنا حنان اتسمرت في مكانها من الرد، معرفتش تقول لها ايه، لان الست باخلاقها دي لو دخلت معاها في حوار مش هتخلص، وشكلها كده ناويه معاها على نيه. حنان خدت بعضها ومشيت، ما كانتش قدامها غير حل انها تقعد مع جوزها وتتكلم معاه وتقول له بمنتهى الصراحه. وفعلا عملت كده وفتحت الموضوع معاه وقالت له ما يقفش في البلكونه تاني. لكن رد جوزها كان مستفز وقال لها انا لما بخرج البلكونه عشان اشرب سيجاره ماليش دعوه اللي بتعمله جارتنا، انت بتجيبي الكلام ده منين؟ انا لما بلاقيها بتعمل الحركات دي ببص الناحيه التانيه. ايه يا حنان، انت لسه عارفاني ولا ايه؟ ده انا لو بعمل كده كنت عملت من زمان. اخزي الشيطان وما تخربيش على نفسك. وبعد الحوار ده لا الست بطلت حركاتها الجريئه ولا جوزها بطل يخرج البلكونه. فقررت حنان تسيب البيت وتروح عند اهلها، وحكت لهم على الموضوع كله من اوله. لكن جوزها عشان يلم الموضوع راح لها بيت ابوها عشان يراضيها وقال لها الست اصلا مش شغلاني، وانك انت اللي مكبره الموضوع، ولا يمكن ابص لحد غيرك يا ست الستات. حنان مش عارفه تعمل ايه، فهل تنقل لمكان تاني؟ بس لو العيب في جوزها وعينه زايغه ده حل ملوش لازمه. الله اعلم الجيران الجدد هيكون اخلاقهم ايه، ولا فعلا تنفصل. بس في نفس الوقت هي طول جوازها ما شافتش منه اي حاجه تقول انه خاين او بتاع ستات، ولا هي فعلا مكبره الموضوع وقدر الشك يتملك منها. شاركونا برأيكم في التعليقات.